ومن اتهمنا وأساء إلينا وشرك في دمائنا، ولكننا سنخاصم ونعادي من يتواطأ على غزة وأهلها. بقالنا 6 ايام مجازر في غزة يا اخي، صاروخ واحد من صواريخك كنا نشوفها. بلاش جعجعة بقى، بلاش اقتياد بقى ونهشف جثة غزة بقى اكتر من كده. بلاش بقى طلوع على القضية الفلسطينية اكتر من كده. ومن امتى فلسطين كانت بتهمكم؟ يا اخي صاروخ بلاستيك حتى يا اخي اضرب، يا اخي صاروخ حتى على روح الخميني اللي فضل يسب في ابو بكر وعمر اللي كانوا سبب في اسلامه. صاروخ يا اخي حتى صنع على روح، يمكن شتموا لابو بكر وعمر ولعنوا ليهم، ربنا يغفر لهم. المشكلة الرئيسية هي فلسطين. major problem is Palestine. مع لبنان هم إذا خرجوا من الأرض اللبنانية وأطلقوا المعتقلين ولم يعتدوا على لبنان لم يكن هناك مشكلة في جنوب لبنان. Now with Lebanon, if they come out of Lebanese territories, if they release the prisoners and if they don't launch aggressions on Lebanon, that won't be a problem. سوف تبقى المسألة سياسية حينئذ. Then the issue will remain political issue. الموضوع الأساسي هو فلسطين. The major issue is Palestine. هذا يرتبط بالفلسطينيين. And this has to do with the Palestinians. نحن لسنا في موقع أن نقرر بالنيابة عن الفلسطينيين. We are in no place to decide for the Palestinians. ماذا يقبلون وماذا يرفضون. Whatever to accept or not. نحن حزب الله نحن قلنا نلتزم بتحرير كل شبر من الأرض اللبنانية المحتلة. Now we said, as Hezbollah, we commit ourselves to liberating every inch of Lebanese territories that is under occupation. لكن أنا لا أقول هذه أرض لبنانية أو ليست لبنانية. However, I don't say this territory is Lebanese or not. كمقاومة. As a resistance. الحكومة تقول. It is up to the government to determine this. الحكومة إذا قالت لم تعد هناك أي أرض لبنانية محتلة أنا ليس عندي مشكلة. If the government says that there are no longer Lebanese territories are under occupation, I have no problem with this. يعني أنا لا أبحث عن ذريعة أو حجة. In other words, I'm not looking for a pretext or a justification. نحن صادقون بأننا لا نريد أن يبقى شبر من أرضنا اللبنانية تحت الاحتلال. We are sincere in saying we do not want any inch to remain under Lebanese inch to remain under Israeli occupation. النقاش اليوم حول مزارع شبعة نحن لا علاقة لنا بهذا النقاش. Now we have nothing to do with the discussion, the current the discussion that is underway today concerning whether the Shib'a farms are Lebanese or not. أنا قلت الحكومة اللبنانية الآن إذا تعلن أن المزارع شبعة ليست لبنانية أنا أتعهد بوقف العملية. I said this publicly. I said this publicly. Now, if the Lebanese government says that the Shib'a farms are not Lebanese, I wouldn't have anything shot there or any operations carried out. أيها الإخوة والأخوات، أيها المسلمون، أيها العلماء، عودوا ودققوا وستتأكدون أن مشروع أبي سفيان منذ بعثة محمد إلى وفاة أبي سفيان كان في الحرب الظاهرية أو في مواقع النفاق، كان مشروعه دائما كيف يقضي على دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يرجع إلى الخلفية الوحدوية والتوحيدية الجامعة في عقل وفكر الإمام الخميني قدس سره الشريف. أيها الإخوة والأخوات، إن كل ما كان يهم الإمام هو أن تنتشر هذه القيم وهذه الثقافة الإيمانية الإنسانية بين الشعوب، وهذا ما قصده بالتحديد عندما تحدث عن تصدير الثورة. هذا المصطلح الذي طرحه الإمام رضوان الله تعالى عليه
حاول الكثيرون من أصحاب النوايا السيئة أن يستغلوه ليتحدثوا عن أهداف إمبراطورية إيرانية. الخميني يقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب كشف الأسرار صفحة 126: إننا هاهنا لا شأن لنا بالشيخين وما قام به من مخالفات للقرآن ومن تلاعب بأحكام الإله وما حللاه وحرماه من عندهما وما مارساه من ظلم ضد فاطمة ابنة النبي وضد أولاده، ولكننا نشير إلى جهلهما بأحكام الإله والدين. والأخوات، إن كل ما كان يهم الإمام هو أن تنتشر هذه القيم وهذه الثقافة الإيمانية الإنسانية بين الشعوب. كما قال صفحة 127: إن مثل هؤلاء الأفراد صحابة الجهال الحمقى الأفاقون الجائرون غير جديرين بأن يكونوا في موقع الإمام وأن يكونوا ضمن الإخوة والأخوات، إن كل ما كان يهم الإمام هو أن تنتشر هذه القيم وهذه الثقافة الإيمانية الإنسانية بين الشعوب. ويقول صفحة 137: والواقع أنهم أعطوا الرسول حق قدره، الرسول الذي كد وجد وتحمل المصائب من أجل إرشادهم وهدايتهم، وأغمض عينيه وفي أذنيه كلمات ابن الخطاب القائمة على الفرية والنابعة من أعمال الكفر والزندقة. طيب. أيها الأخوة والأخوات، إن كل ما كان يهم الإمام هو أن تنتشر هذه القيم وهذه الثقافة الإيمانية الإنسانية بين الشعوب. خرج سلطان على أمير المؤمنين عليه السلام لا بعنوان التدين بل للمعارضة في الملك أو غرض آخر كعائشة والزبير وطلحة ومعاوية وأشباههم، أو نصب أحد عداوة له أو لأحد من الأئمة عليهم السلام لا بعنوان التدين بل لعداوة قريش أو بني هاشم أو العرب، أو لأجل كونه قاتل ولده أو أبيه أو غير ذلك، لا يوجب ظاهرا شيء منها نجاسة ظاهرية، وإن كانوا أخبث من الكلاب والخنازير لعدم دليل من إجماع أو إخبار. الإخوة والأخوات، إن كل ما كان يهم الإمام هو أن تنتشر هذه القيم وهذه الثقافة الإيمانية الإنسانية بين الشعوب. الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية صفحة 240 و100، طبعا هذا الخنساري قاله في روضات الجنات في الجزء الأول صفحة 300، يقول الخميني: وإذا كانت الظروف التقية تلزم أحدا منا بالدخول في ركب السلاطين فهنا يجب الامتناع عن ذلك حتى لو أدى الامتناع إلى قتله، إلا أن يكون في دخوله الشكلي نصر حقيقي للإسلام والمسلمين، مثل دخول علي بن يقطين ونصير الدين الطوسي، نصر حقيقي للإسلام في إبادة المسلمين في بغداد. علي بن يقطين هنا الذي ذكره الخميني ولم يذكر ما عمل، أتدرون ماذا عمل علي بن يقطين؟ يقول الجزائري عن علي بن يقطين، وهذا قاله في الأنوار النعمانية الجزء الثاني صفحة 308، يقول في الروايات أن علي بن يقطين وهو وزير الرشيد قد اجتمع في حبسه جماعة من المخالفين وكان من خواص الشيعة، فأمر مخالفون نحن أهل السنة، يقول فأمر غلمانه وهدموا سقف المحبس على المحبوسين فماتوا كلهم وكانوا 500 رجل تقريبا، فأراد الخلاص من تبعات دمائهم فأرسل إلى الإمام مولانا الكاظم فكتب عليه السلام إليه جواب كتابه بأنك لو كنت تقدمت إلي قبل قتلهم لما كان عليك شيء من دمائهم، وحيث إنك لم تتقدم إلي فكفر عن كل رجل قتلته منهم بماذا؟ بتيس، بتيس، والتيس خير منه، هكذا يقول. يقول الجزائري معلقا على هذه الرواية: فانظر إلى هذه الدية الجزيلة التي لا تعادل دية أخيهم الأصغر وهو كلب الصيد، أخو السنة الأصغر كلب الصيد، فإن ديته 20 درهما، ولا دية أخيهم الأكبر وهو اليهودي، أخونا الأكبر اليهودي نحن أهل السنة، ولا دية أخيهم الأكبر وهو اليهودي أو المجوسي، فإنها 800 درهم، وحالهم في الآخرة أبخس وأنجس، أو أخس وأنجس.